براون بيف ستوك او مرقه اللحمه. جمعت كل عظم اللي عندي هدخلها من الفرن لغايه لما يحمر. خلاص كده احمرت، هشيلها بقى واحطها في حله. هحط على الجزر كده ايه، مش فارقه الحجم. بصل، هاخد الكرفس اقطعه برده كده ايه يا جماعه. هدخلها الفرن برده ايه، اخليهم يحمروا. خلاص طلعها من الفرن وهدلقها على الحله اللي فيها العظم. هملاها بميه ساقعه، ضروري جدا تكون ساقعه، محدش يحط لي ميه مغليه. العظم اللي عندي ما فيهوش لحم كفايه، فمش هيبقى فيه فليفر، فايه جبت مكعبات لحمه عشان احاول ان انا ايه اجيبها احمرها من كل الجوانب عشان اشيل كل الفرافيت دي. ممكن يا اما بشويه خضار او هعمل ديجليز بايه، خل عنب احمر. بس كده شال لي كل الايه الحاجات اللازقه، وبالسباتشولا همسحها وارميها على الحله. خلاص حطيت الميه، ضروري جدا تكون ساقعه. هنزل بعيدان بقدونس وعود واحد بس روزماري وزعتر فريش وفلفل اسود وحبهان ورق لورا. اغليهم، اول ما يغلوا هحط نار خالص. خلاص يا جماعه بقت تسخنات والرغاوي ديت هبدا اشيلها. يا جماعه لما غليت وطيت النار خالص وهسيبها خلاص على نار هاديه كده تقريبا 6 ساعات. وكل فتره بس ايه الدهون اللي فوق الوش دي هشيلها. اوكي خلاص بعد ما غليت تقريبا من 6 ل 8 ساعات هشيل بس العظم الكبير ده واصفيه. مع اوريدي انا طبعا اتاكدت ان هي تبقى بارده قبل ما اعمل الحركه دي. دخلتها التلاجة فايه الدهون طلعت فوق الوش، هطلعها خالص عشان ايه انا عايز الشوربه بس. بس يا جماعه اهوت نضفتها تقريبا كل الدهون، بقت كلها عباره عن بيور بيف ستوك. طبعا شايفين هي عامله زي الجيلي، طبعا خرافيه يعني. انا هسيحها احطها في علب. ابدا انزل بالشوربه. شايفين يا جماعه خرافيه ازاي. يا جماعه انا عملت كميه كبيره ديت عشان هتكفيني رمضان كله. الفتره اللي جايه هتلاقوني بعمل ريسيبيز وهستخدمها في اكلاتي. اوكي بس هدوها مع حلو قوي، كلها فليفر. طبعا يا جماعه انا ما حطيتلهاش اي ملح ولا اي توابل، هحط بس الملح لما احتاجها في الاكل.